يا مساء الهنا والسعادة على أحلى أخوات وأحلى متابعين. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب. تعالوا كده بينا نعمل الترند المنتشر الأيام دي، القراقيش في الصاج الواحد. حاجة سهلة جدا وبسيطة وموفرة جدا، وبدل ما ناخد وقت في الفرد وحاجات كتير، النهاردة كده نعملها بطريقة بسيطة. ولو انتي أول مرة تشوفيني فأنا إيمي، يا ريت كده تنوريني بلايكاتك وكومنتاتك اللي زي القمر. هقولك على كل الخطوات اللي تخلي العجوة معاكي مستقيمة. يلا بينا كده نبدأ في الوصفة. يلا بينا حضري المقادير وانا عليا الطريقة. واول حاجة كده معانا في المقادير 3 معالق من السكر، ومعلقة كبيرة من السمسم، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كوباية من المية وكوباية من اللبن. هقلب كويس جدا. عايزة السكر يدوب وعايزة المية وكل حاجة تختلط ببعض والسمسم. طبعا لو مش عندك سمسم براحتك، ممكن تحطي شمر، ممكن تحطي ينسون، اي حاجة بتحبيها. هبدأ كده اضيف كوباية الا ربع من سمنة على زيت، او سمنة على زبدة. انا ضايفة سمنة وزبدة مع بعض. طبعا لو كان عندي زيت كنت هضيف، اي حاجة عندك مش هتقولك لا. هنضيف اهم حاجة كوباية الا ربع من السمنة او الزيت او اي حاجة. هبدأ كده اقلب كويس جدا. كل ما قلبتي اكتر كل ما حسيتي ان الخليط بدأ يفتح معاكي، وهتحسي كده ان الخميره بدأت تشتغل. هضيف 5 كوبايات من الدقيق، واهم حاجه الكوبايه اللي هنستخدمها في معيار اللبن والميه نستخدمها برضو في معيار الدقيق. هبدأ كده انزل ب3 كوبايات من الدقيق واقلب كويس جدا، وبعدين انزل بباقي الكوبايتين. طب ليه عملنا الخطوه دي؟ علشان حاطين كميه حلوه كده من السمنه، فانا مش عايزه العجينه تفصل معايا وتبدأ تطرد السمنة. فننزل بنص الكمية ونص باقي الكمية بعدين. هبدأ كده أعجن كويس جدا. القراقيش والمعجنات والقرص بتحب العجن كويس جدا. احنا مش هنخمر خالص غير في الآخر، يعني مش هنخمر على مرتين زي بنخمر بقية المعجنات. هبدأ أعجن كده وأبدأ أعجن بكل قوتي. طلعي بقى كل التعب اللي انت تعباناه وغل العيال وغل السنين وغلى الأسعار في العجن. انا بحس براحه نفسيا لما ببدا اعجن. وطبعا كلنا في اغلبيه البيوت المصريه ما فيهاش عجانات، فهنستخدم ايدينا كده. ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب. وهنعجن كويس جدا. فضلت اعجن فيها لمده 10 دقايق، وبعد ما عجنت كويس جدا هسيبها ترتاح لمده 5 دقايق بس. مش هنسيبها تختمر خالص. انا عايزه بس العجينه ترتاح معايا شويه. لما سبت العجينه ترتاح هبدا كده نشوف هنعمل ايه في العجوه. عندي كميه حلوه من العجوه، ودي براحتك استخدمي كده اي حاجه انت عايزاها. هبدأ انزل بمعلقتين من السمسم وعليهم معلقة كبيرة من السمنة، واهم حاجة سمنة او زيت، بلاش زبدة خالص في العجوة. هبدأ اعجنها كويس جدا جدا لحد كده ما احس ان العجوة بدأت تبقى طرية معايا، عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. وطبعا هاتوا العجوة السايبة، ما تجيبوش المعلبة، السايبة بتبقى احلى كتير، واشتروها من الافران. اي فرن طبعا بتاعت فينو بتاعت مخبوزات هتلاقوها بتبيع العجوة، فاشتروها منها. بلاش العجوة بتاعت العطار، ما بتبقاش حلوة خالص. فضلت كده اعجنها لمدة 3 دقايق لحد ما بقت طرية معايا وسهلة جدا، واقدر افردها بكل سهولة. في اللحظة دي كانت العجينة بدأت ترتاح معايا. أول ما خلصت عجن العجوة معايا، بدأت كده استخدم العجينة زي ما قلنا، مش بنخمر على مرحلتين. هنبدأ نشكلها على طول، بس بنحبها كده نسيبها ترتاح شوية علشان التشكيل يبقى سهل. والنهاردة كده هنعملها في صاج واحد. العجينة بتاعتي كده هبدأ اقسمها لنصين، وكانت ارتاحت معايا، وكنت حاساها ان كده كانت بدأت تختمر معايا اختمار بسيط. لان انا السكر معايا بينشط العجينه، وكمان الخميره كويسه جدا، وكمان اللبن كان دافي والميه كانت دافيه معايا. جبت الصاج دهنته معلقه بسيطه قوي قوي من السمنه، وممكن تستغني عنها خالص. جبت نص العجينه وهبدا كده افردها في الصينيه، وافردها كويس، واحاول على قد ما اقدر اخليها سوا واحد، يعني ما خليش حته مرتفعه وحته لا. طبعا انت لو عندك مفرش سيليكون هتبداي كده تقيسي مكان حجم الصينيه قد ايه، وتفردي عليها العجينه وتبداي تحطيها في الصاج. بس انا المفرش كان عندي مقطوع، فقلت خلاص هستخدم ايدي ومفيش اي مشكله وهتدينا نفس النتيجه. هبدا كده افردها كويس بالمردنه او اي نشابه عندك تكون صغيره، والاطراف اللي بتكون على الجنب هبدا كده ابططها بايدي، وكانت سهله معايا. تعالوا بقى الخطوه اللي اتحذفت مني. جبت كيس تلاجة كبير، وبدأت كده احط العجوة وافردها على قد الصينية. بعد ما فردتها حطيتها على العجينة بكل سهولة. للأسف بعتذر على الفيديو اللي اتحذف مني ده، كنت فاكرة ان الكاميرا بتصور. جبت باقي العجينة وبدأت كده احطها على العجوة بكل سهولة، ما تخافيش ولا اي حاجة.
ابدأي افردي بالراحة جدا، وهتلاقي ان العجينة بتاعتك مش بتختلط خالص بالعجوة. هبدأ كده بططها بكل سهولة بالمردنة او بايدي، مفيش اي مشكلة. بس طبعا لو انت عملتيها بايدك هتلاقيها اسهل كتير وبتتفرد معاكي بكل سهولة. برضه لو انت خايفة من ان العجينة تختلط بالعجوة، تجيبي كيس تلاجة وتقيسيه بمقاس الصاج، وتبدأي تفردي عليه كويس جدا، وتبدأي تجيبي العجينة وتحطيها على العجوه. بس انا فضلت الخطوه دي، لان زي ما قلت لكم عندي المفرش السيليكون كان مقطوع، فقلت خلاص هفردها بايدي. وطبعا كل حبايبي كل متابعيني لو ما عندهمش مفرش سيليكون او اي حاجه تقدري تفرشي عليها او تبططي عليها العجينه، اعملي زي ما بقولك كده بكل سهوله. وكنت كده بجيب النشابه بفرد بيها الطروف عشان تبقى متساويه معايا بالشكل ده. بعد كده ما فردتها كويس جدا هبدا اقطعها. طبعا الحجم اللي انت عايزاه قطعيها. جبت الفرشه وبدات كده ادهن العجينه دهنه خفيفه قوي من الميه علشان السمسم يلزق فيها وما يوقعش خالص. طبعا انت زي ما قلنا عايزه تضيفي شمر ينسون، يبقى تضيفي في العجينه نفسها شمر وينسون، وكمان على الوش شمر وينسون. انا بحب السمسم فضفت سمسم في العجينه وفي العجوه، وكمان ضفت على العجينه من فوق. يعني هبدا كده ابططها بكل سهوله وابدا اقطعها. طبعا اي تقطيعه انت تحبيها براحتك، عايزه تعمليها سمبوكسات، عايزه تعمليها مثلا صوابع، عايزه تعمليها مثلثات، اي حاجه عندك اعمليها. انا عملتها صوابع طوليه لان ده الترند المنتشر. هدخلها الفرن بالظبط، اخدت معايا تلت ساعه. اول 10 دقايق كان على نار عاليه، وبعدين هديت النار وسبتها لحد ما استوت كويس جدا. وفي اخر 5 دقايق ولعت الشوايه وكانت جاهزه معايا. نسيت اقول لكم ان انا سبتها بعد ما قطعتها، سبتها لحد ما اختمرت كويس جدا. الناس اللي بتشتكي ليه القرص او المعجنات بتبقع منها، المشكله بيبقى في التخمير. انتي ما خمرتيش كويس، لازم تخمري كويس عشان